مكملين في يونت 1 وهنبدأ حل في الكتاب المعاصر زي ما احنا. هحل مع حضراتكم نقطة نقطة علشان نفهم هنعمل ايه مع ولادنا. هنا بيقول لي my، طبعا مطلوب مني ان انا بختار حاجة من الكلمتين اللي فوق بعض. يا ترى my name is ندى ولا my old is ندى؟ انا بقول كده للولد، هتختار my name is ندى، انا اسمي ندى، ولا my old عمري ندى is ندى؟ اوكي، فطبيعي ان هو هيقول هنختار كلمة name. اللي تحتها I want to be a vet ولا soldier. طبعا هي حسب الصورة، هي دي صورة vet، لو صورة vet كنت اخترت vet، لكن هي صورة soldier فكده هختار كلمة soldier. تمام. اللي جنبها بيقول I know at in Luxor. أنا بعمل إيه في Luxor؟ I play، أنا بلعب في Luxor، ولا I live، أنا بعيش؟ طبعا I live in Luxor. طيب I know at to be a dentist. I go to be a dentist ولا I want to be a dentist؟ لازم أعود الطفل إن هو يقرأ الاختيارات ويحاول يحط مثلا كلمة go في دماغه. هل ينفع؟ طبعا ما ينفعش، فيستبعدها فيروح يختار الإجابة التانية I want to be a dentist. أنا أريد أن أصبح dentist. تمام. هنا بقى ماتش، عندي كلمة engineer، firefighter، dentist. هنوصل engineer، طبعا هنوصلها فين الانجينير اهو. طيب بعدها firefighter، هنوصل firefighter بالfirefighter. بعدها dentist، طبعا we match dentist to the dentist. اوكي. هنا بقى مطلوب مني اكتب الكلمة، وده متطلب مني حفظ كلمات. This is a doctor، هكتب تحتها كلمة doctor. soldier، هكتب تحتها كلمة soldier. engineer، هكتب تحتها كلمة engineer. طيب هنا في page 29 بيقول لك look and tick، نبص ونعمل علامة صح عند الجملة الصح. اوكي. هنا I want to be an engineer، هو ده engineer فعلا، يبقى هعمل تك عنده، لأن الجملة التانية بتقول لك I want to be a doctor، هو ده دكتور؟ لأ، هو engineer، يبقى أنا كده هعمل صح عند الجملة رقم 1. طيب this is a teacher، هنختار I want to be a teacher ولا I want to be a police officer؟ طبعا a teacher، يبقى هعمل تك عندي الجملة دي. اوكي. هنا بقى السؤال ده لذيذ جدا وبيساعد جدا في حفظ الكلمات. بيقول لك كلمة دكتور، يعني هو دي صورة دكتور وحاطط لك كلمة دكتور بس الحروف متلخبطة. الطفل مطلوب منه ان هو يرتب الكلمات ويكون لي كلمة دكتور. طبعا متطلب جدا حفظ الكلمات. This is a firefighter، وهنا فعلا كلمات حروف كلمة firefighter. I'm so sorry. This is an engineer. وموجود هنا عندي فعلا كلمات engineer بس متلخبطة، هيرتبها الطفل ويكتبها تحتها. This is a vet، هنرتب الحروف ونكتب كلمة vet. تمام. هنا عندي كلمة soldier، برضو دي متطلبة حفظ الكلمات. soldier في حروف ناقصة في النص في كلمة soldier، يا ترى ايه هي؟ police officer نفس الكلام. طيب هنا بقى copy the following sentence، في ناس كتير بتعمل skip ومش بتخلي الطفل يحلها، لا خليه يحل ويتعود انه ينظم خطه. I want to be a firefighter، هيكتب الجملة زي ما هي بس بخط جميل between the two lines في هنا. تمام. هلو جريد 1، هنكمل يونت 1 في منهج كونكت، والنهارده هنتكلم عن لو انا عايزه اقول انا اريد ان اصبح كذا في المستقبل هقولها ازاي. فبقولها بالانجلش I want to be a، هقول بقى المهنة اللي أنا عايزاها. I want to be، أريد أن أصبح. Again I want to be، أنا أريد أن أصبح كذا. I want to be a doctor، أنا عاوز أكون doctor. أو I want to be a teacher، أريد أن أصبح مدرسة. I want to be a teacher، وهكذا. اوكي. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها identity card. identity card اللي هي البطاقه التعريفيه عن نفسي، موجوده في page 27. ان انا ازاي اعرف نفسي، فبيعرفني يعني هكتب بطاقه تعريفيه عني. طبعا هقول اسمي كذا، انا بعيش في كذا، مثلا عندي كام سنه، وهقول انا عايزه اكون ايه لما اكبر. فهنكون الجمل دي ازاي؟ مثلا هقول اول حاجه my name's آدم. my name's آدم. طبعا لازم افهم، احنا فهمنا الحته دي. names دي اختصار، الابوستروف اس اختصار name و is اللي هي is. تمام. اول جمله my name is آدم، بعد كده I am، انا عندي I am 7
years old. أنا عندي 7 سنين. I'm 7 years old. تمام. بعد كده بعيش فين؟ I live in Cairo. بعيش في القاهرة. I live in Cairo for example يعني. تمام كمثال. وطبعا آخر كل جملة بحط فول ستوب. اوكي؟ آخر حاجة بقى هقول أنا عايزة أكون كذا لما أكبر. I want to be a doctor. ده مثال للايدنتيتي كارد الموجوده في الكتاب. طبعا كل طفل لازم اعلمه يقول الاربع جمل دول ويكتبهم لوحده. How to introduce yourself او how to talk about yourself. تتكلم عن نفسك ازاي او تقدم نفسك ازاي. My name is آدم او اي شخص حسب اسم الشخص. I am 7 او whatever years old. عندي كام سنه. I live in Cairo. I live in Albania. I live in Asyut. Whatever. I want to be a doctor. أنا عاوز أو أريد أن أصبح كذا. طبعا مش شرط أكتب دكتور، ممكن أكتب أي حاجة تانية. هنبدأ دلوقتي lesson 5 في unit 1 بيتكلم عن industry اللي هي الصناعة. industry connect with industry اللي هي الصناعة. طيب هنشوف الفوكاب الموجودة عندي في الليسون ده. أول حاجة bread خبز أو عيش. bread again نقول معايا bread. القمح يعني wheat. البيتزا بالإنجليش اسمها pizza. تي شيرت بالإنجليش t-shirt. اوكي. القماش اي قماش بالانجلش اسمه fabric. القطن بالانجلش اسمه cotton. الدقيق بالانجلش اسمه flour. اوكي. دي كانت الفوكاب بتاعت ليسون 5. هنا بقى عندي حاجة في البيج اللي جنبها على طول، يعني هنا الفوكاب، هنا بعدها بيعرض لي حاجة مهمة جدا. ايه الفرق بين كلمة made of وmade from؟ أطفال كتير جدا بتتلخبط في الأسئلة، أختار إمتى made of وأختار إمتى made from. بكل بساطة هقول لكم الحاجة البسيطة جدا اللي تخليكم تعرفوا الفرق. أنا بختار made of لو أنا الحاجة المادة الخام اوريدي أنا شايفاها في الحاجة اللي اتصنعت. يعني التيشيرت أنا شايفة فيه الفابريك، شايفة القماش بتاعه ولا مش شايفاه، يبقى كده اخترت made of. شكل المادة الخام هو موجود عندي في الحاجة اللي اتصنعت، فبختار made of. لكن بختار بقى made from لما بيكون الشكل اختلف. يعني ايه؟ بيقول لك الفابريك القماش is made of مصنوع من الكرن، مصنوع من القطن. طب انت شايفه قطن هنا في الفابريك؟ مش شايفينه، لكن هي ماده داخله في تصنيعه، فعشان كده بختار made from. نفس الكلام في bread. اوكي. bread is made from flour. احنا شايفين منظر دقيق هنا؟ مش شايفينه، فعشان كده اخترت made from لان الشكل اختلف. طيب هنا بيقول لك الفلاور is made from wheat. الفلاور مصنوع من الويت، من القمح. هل انت شايف شكل ويت؟ شايف قمح هنا في الفلاور؟ no، فبتختار made from. لكن هنا انا الفابريك شايفاه في التيشيرت، هنا فابريك قماش وموجود فعلا شكل قماش في التيشيرت، عشان كده اخترت made of. لكن لو هنا الشكل اختلف فبختار made from. في البيج اللي بعدها على طول عندي سؤال بيقول لك look read and take. عندي هنا things which are made from wheat flour، يعني أشياء مصنوعة من القمح والدقيق. وهنا things which are made of cotton and fabric، حاجات مصنوعة من القطن والقماش. أول حاجة السكارف طبعا مش مصنوعة من الويت والفلاور، هي مصنوعة من الكوتون and fabric، فهعمل تك هنا. طيب البريد مصنوع من الويت والفلاور، يبقى هعمل تك هنا. سكيرت الجيبة سكيرت هختار لها طبعا cotton and fabric. الكيك مصنوعة طبعا من الويت والفلاور، يبقى هعمل التك هنا. طيب الجاكيت طبعا مصنوع من الكوتون and fabric. طيب بيتزا طبعا مصنوعة من wheat and flour. عندي هنا بقى الكلمات موجودة flour bread pizza and cotton. flour طبعا هتتكتب هنا تحت الدقيق، bread هتتكتب تحت البريد العيش، بيتزا تحت البيتزا، cotton تحت صورة cotton.
هنا بقى listen and circle، يعني انا هنا بقرا وبعمل سيركل، يعني المفروض ان انا بعمل سيركل على الجمله الصح حسب الصوره. a t-shirt is made of fabric ولا a t-shirt is made of flour؟ طبعا هو made of fabric، يبقى اختار اول sentence. تاني حاجه flour is made from cotton، الفلاور الدقيق مصنوع من القطن، طبعا مستحيل. flour is made from wheat مصنوع من القمح، طبعا هي دي الجمله الصحيحه. هنا عندي flour حروف ملخبطة وهرتب الكلمة، cotton برضو حروف ملخبطة وهرتب الكلمة، وهنا fabric the same. اوكي. هنا a t-shirt is made of، يا ترى التي شيرت مصنوع من ايه؟ طبعا مصنوع من الفابريك، حتى نفس الحاجة موجودة هنا هتشوفها هنا made of fabric، هختار fabric، هعمل عليها circle يعني. pizza is made from، البيتزا مصنوعة من طبعا flour مصنوعة من الدقيق. هنا read and match سهلة جدا، بوصل البريد بالعيش، بوصل الكوتون بالكوتون، بوصل البيتزا بالبيتزا، بوصل الويت بالقمح. وهنا كوبي اللي اتفقنا عليه ان هو نكتبه بخط كويس، بس علمي الطفل ان هو how to read the sentence، فهنقول له read فهيقول لك a shirt is made of fabric، a shirt is made of fabric. وبكده هنكون خلصنا unit 1 في منهج connect. اوكي. طبعا هنا الطفل يبقى يحل الحاجات دي، وبكده خلص يونت 1. كل الاكسرسايزز دي جميله جدا ولطيف قوي ان الطفل يقعد يكررها، وانتظروني الحلقه الجايه فمع يونت 11 اللي هي اتس ريني، تاني يونت في منهج الترم